مجرد اوغاد حقيره. ايه ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال والرقي والناس اللي بتفهم دي كلها؟ انا بجد مش مصدق التفاعل على اخر فيديو كان عامل ازاي. عدد الناس اللي بتفهم بقى يزيد بشكل مرعب. وبالمناسبه انا رديت على كل الكومنتات السلبيه اللي بتجيلي في لايف على الكيك اللي انت دلوقتي هتسيب اللي في ايدك وتروح تعمل لي عليه فولو. ولو اللايف فاتك ما تقلقش، انا عامل حساب، عملت قناه مخصصه لللايفات. اي لايف هطلعه هيتقطع وينزل منه اهم اللحظات على القناه دي. فيا ريت يعني لو مش هتعبك تروح تشترك فيها. ويا ريت كمان تعمل انضمام لقناه الواتساب عشان اول ما افتح لايف يجي لك اشعار على طول، عشان اللايفات بتبقى فيها اجواء كده لازم ما تفوتكش. وفيديو النهارده عباره عن شويه ميمز وشويه منشنات من فيديوهاتكم. فقبل ما الفيديو يبدا اشترك دلوقتي في القناه لو انت لسه مش مشترك، وانزل اعمل لايك للفيديو ويلا بينا. على فين ان شاء الله؟ على فكره يا حاجه، بنتك دي مش محترمه. مش محترمه ليه يا اخوي؟ بتبص لي في المرايه. على فكره يا حاجه، في ترابه دخلت في عين بنتي. ما اصل مش من الطبيعي ان بنتك تعاكسني. هو انتم لسه محتاجين دكاتره عيون؟ مثل في المرايه وتعمل لي كده اهو. كده عايزه تديك بالدماغ يا حاج، كده ما بتغمزكش. ايه يا حاج، انت عندك مرض كلابي ولا ايه وبتطلعوا علينا؟ هو انت فاكر كل الناس زيك؟ هو ايه ده اللي بيطلعوا عليك؟ ما تحترموا نفسكم بقى شويه يا جدعان بقى. يا يو بقى ايه يا حاج في ايه؟ ما تهدى كده وصلي على النبي، انت شكلك تعبان على الصبح. خلاص انا هعمل نفسي مش واخد بالي. امال لو عملت نفسك واخد بالك يا حاج كنت هتعمل ايه؟ مش فاهم. برضه تاني يا حاجه، اما لما تيجي بنتك هلمها انا. يا حاجه بقى شوف الترابه اللي في عين بنتك دي، كده هتزاول وهفتكر نفسي شكلي حلو. يا حاجه كل شويه عماله تعمل لي كده، مش عارفه اسوق ولا امشي، كل شويه تعمل لي كده. يا عم تسوق ايه بقى؟ تسوق انت واقف اصلا. ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوا لي عليها منشن دي؟ ايه ده يا جدعان؟ محدش يكتب لي زيد وعبيد على اللايف. اللي يكتب لي زيد وعبيد في الكومنتات مش هرد عليه. هو ليه بيتكلم كده؟ هو مفروض يعني ان هو في ايه؟ يعني انت المفروض لما تتكلم بالطريقه دي انا اخش اشتمك في الكومنتات؟ مش هخش. هو انتوا لسه عايشين؟ انا اخر مره شفتكم كانت في 2022. في ايه؟ واحد كاتب له الهم والغم. ما تكبر يا ابني بقى من نكلوفه، اكبر، انتوا ناس كبيره يعني. ما في ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ الفتيس ده بكام؟ فتيز مين؟ القطعه ب10 جنيه. بص انا هتري منك بس لازم ادوق تاني عشان اعرف هو طابح ولا مش طابح، حتى لو ايه يا قحطاني؟ ايه يا قحطاني؟ هط نايه جمدت ناقه. يعني انت المفروض تضحكني يعني لما تتكلم بالطريقه المستفزه دي؟ وبعدين الطريقه دي بتاعت بنات. وقحطاني اللي هو بدروله لما بيتكلمش بقى بالحقيقه، عامل بيها شخصيه في لعبه فماشي، لكن ايه انت بتعمل ايه يعني؟ تتب والله العتيب تتب. انا مش مصدق نفسي، اول ما اتفقت محت تهب. عواجلي لساني. طيب يعني انا المفروض دلوقتي بقلده عشان اضحك؟ حاجه في منتهى الماهر مهران. طيب الفتيل ده كله 10 في 20 ب 400 جنيه. سقط حساب اهو بقى. عاملين كده بقى عشان الناس تكتب عليها كومنتات والفيديو يطلع. ما تخلوش الناس دي شغلوا دماغكم عليه. ايه؟ ما تخلوش الناس دي شغلوا دماغكم ما تخلوش الناس دي شغلوا دماغكم ما تخلوش الناس دي شغلوا دماغكم ما تخلوش الناس دي شغلوا دماغكم. مش هقول كلمه بس يا استاذ التوعيه، انا متفق معاك ان انا تلفتت تقول له انت واحد تلفتت مني. تعبولي لساني وتعبولي نفسيتي امشي خلاص كفايه عليكم كده. غرف ده انا راجل وبيدخل فيا عادي. ايه اليه استنى. انا راجل وبيدخل فيا عادي جدا. يا راجل ما تقولش كده بقى. يا راجل مش عادي خالص. انا مش مكنه، عادي بيدخل فيا كل الاحاسيس، كل المشاعر، الوجع. يا جدعان بقى شفتوا سوء الظن. ادينا ظلمنا الراجل اهو. شوفوا كنا هناخد سيئاته دلوقتي. اني ساعات مش قادر خلاص اكمل، مش قادر اعمل حاجه. مش قادر. عنده مثلا جسمه وجعه، عنده تعب اعصاب. ايه نصفي النهايه شويتين. ساعات كتير بحتاج ان انا اهدى، اخد بريك، احس ان في حد جنبي، احس ان في حد يقول لي انا موجود عشانك. الراجل يا جدعان عايز يحس ان في حد جنبه، عايز يحس ان في حد موجود عشانه. ثواني بس كده، انا ما خدتش بالي من ده من اول الفيديو. هو ايه علاقه كل ده بقى بالحلقه اللي انت لابسه؟ يعني انت كده هتخليني ارجع للنيه الاولانيه طيب ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. انا موجود عشان انت تكون كويس، يطبطب عليا. الراجل عايز حد يطبطب عليه يا جدعان. يلا اهو جمعوا نفسكم كده ونبعت له واحد يطبطب عليه. يلا على فكره ده صوتي بجد. ماشي. انا شفت كتير منك وخلاص. صادق خلاص ما تكملش. صدقتك والله، صدقتك واقتنعت خلاص. انا اسف، محدش كدبك. انت يا ابني انت مصورني.
بتتكلمي كده ليه؟ انت بتتكلمي كده ليه يا مره؟ وبعدين انت عاميه ولا ايه؟ ما هو واقف اهو. انا قصدي عليه عشان يا وسخ، عشان ما تفتكرش اللي انا جت في دماغي دلوقتي. انا قصدي ان الشخص واقف وهي بتقول له قوم صورني. ايه اللي بتكلم كده ليه؟ انا اتكلم براحتي. وايه اتكلم براحتك؟ انا عايزه ايه؟ عايزه اتصور. ولا هي بتشوف ولا هو بيسمع. يعني هي بتقول له قوم صورني وهو واقف، وهي قالت له انا عايزه اتصور 3 مرات، وبرضه بيسالها انت عايزه ايه. تمام. اتفضلي. مش عارف الاشكال اللي بتحذف علينا دي. ايه؟ اتفضلي مش سامعه. اتفضلي يا فندم. ولا بيسمعوا ولا بيشوفوا، حاجه مقرفه. وعمال يخليها تلف كده وتلف. انت طبعا مش شايف لان انا تعبان في المونتاج والتراكنج، لكن فيها حاجات كبيره قوي يا فندم. هو طبعا بيعمل كل ده عشان الريتش، وبيجوا عندنا يقولوا لي الريتش واقع ولا ايه. طيب بهايم. لو ما معكش فلوس البابل جن تعالى اعلمك تعمل حاجه زيها في البيت وفي متناول الاطفال من سن 20 ل 30 سنه. ايه يعني ناقص له فوطه على كتفه ويبقى ليدو 2026؟ ده انا ماما هتنفخني. ماما ايه يا اسطى؟ يا اسطى ماما ايه يا اسطى؟ انت اكبر مني تقريبا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيديوهات 2019 و2020 دي ليه بتتعمل دلوقتي يا جدعان؟ فوقوا. يخرب بيت جمال امك. انت قمر، انا ممكن العب في شعرك. لا نور، انا ممكن اخليكي تيجي تلعبي في حته تانية. عندي بلاي ستيشن 5 اخليكي تلعبي عليه. هل الناس اللي في الكومنتات دي بجد عايشه معانا، ولا الناس دي مثلا من سكان الفيسبوك الاصليين؟ ما ايه ده؟ انا مش فاهم يعني. هل ده هو انا ليه كده؟ انا ليه بجد مستغرب. طب انا جيت اجرب الترند ده. ثانيه شعر باين. جيت اجرب الترند ده، فلقيت امي بتقول لي ان مناخيري واكله نص الشاشه، فانا كده مناخيري مش هتاهلني اشارك معاكم في الترند ده. اخرس. انت كنت بتتكلم عن الاولويز والدوره الشهريه. ايه اللي بيخليك تتكلم في الحاجات دي؟ هو انت حاشر نفسك يا دكتور في اي حاجه للبنات؟ ده ترند عاملاه البنات المحجبات عشان بتكسل تلبس الطرحه، ولو عايزه تصور فيديو او ستوري سريعه والكلام ده. هل احنا لينا ان احنا نتدخل فيه؟ الاسئله كلها كانت بالفرنساوي وانا مش فاهم انا حاجه. هنضحك يا اسطى. حاضر هنضحك. يلا يا شباب اضحكوا. ترى الوقت شكله عفوي. ما تضحكش ليه يا اسطى؟ اضحك. بص نحب نشكر مستر عيد الشكل. غني لهم بس. انت عايز الاسئله تبقى بالايه؟ هي المفروض اسئله ليها ترجمتها معروفه. سافر العفويه. سافر العفويه. شويه هيدوس انا اقول لك انكر للترجمه. بيضحك الواد. احمد سنوبي. والله نفس المعنى. ايش هذا؟ مبدئيا انا ما اعرفش مين احمد سنوبي يا اسطى. انت بتعرفوش وقلت اسمه مرتين في 3 ثواني. تمام. عديت وعملت له ريبوست، قلت له عاش يا عم. عاش يا عم. الريتش واقع ولا ايه؟ انت اكيد بتاخد ريتش على قفايا. اكيد انت طبعا قلت له كده. زودت لك ريتش هو الكلام ده كله. تمام. اهو اقسم بالله بيوزعوا الكلام ده على كل صناعيه المحتوى الموجوده على الابلكيشن. اي واحد بيقول الكلام ده اعرف ان هو صنايعي محتوى بيعمل فيديوهات برجله. انت قلت انا كرفت لك في الاول بتاع زقه. هو ايه كرفت لك ده؟ يعني ايه كرفت لك دي؟ يعني انت ايه اللي انت بتسأل عليه ده؟ هو انا بشقطك؟ يعني جيت اقدم لك فانت كرفت لي؟ والله دمه خفيف الولا. والله دمه خفيف وكوميدي. شو اسمه هذا الولا؟ مصطفى الليسي ملك الترندات. طيب انت اسمك بيعرفنا انت عاليتك عامله ازاي. طيب هتيجي تقول انت ما عندكش محتوى، هقول لك خد. تمام. خد اقول لك طيب ولا لما تيجي تتريق على حد اتريق على ناس تربية شوارع، ما تتريقش على حد ابن ناس وهو واخد التيك توك ده مجرد just for fun. طب يا اسطى انت مش هتحدد لنا يا اسطى نتريق على مين وما نتريقش على مين؟ انت مش هتحدد لنا. انت فيديوهاتك وحشه بالنسبه لنا بنطلع نتريق عليها. احنا حرين. انت مش هتحدد لنا. وبعدين يا اسطى ما تفتكرش نفسك ابن ناس. فنصيحه مني ليك، اعل لغتك تحت السلم. ايه ده في ايه؟ والله دمه خفيف الولا. والله دمه خفيف وعفوي. كبرت الموضوع يا صديق. ليه فيديو 3 دقايق؟ هو عامل فيديو 3 دقايق؟ لا انا استاذن. انا مش فاضيلك اصلا. شكرا. ودي هديه من البرنامج بتاعنا، هديه صغيره كده لنجمنا. اتفضل بره يا اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني ايه؟ هل دي كانت حياتك؟ شاطر يجيب درجات في الحوش، كان ساقط فنون الرد، كان صعب يكون اصحاب. اي بنت عندها فوبيا من الحاجات دي تجيلي. طيب يلا بينا. فرفش وزغطط. ايوه زغطط. صرصار. اكلم دومه.
حاج علي اللي بكلم حمار. انا اقسم بالله لو صرصار لعبه انا مش بخاف، انا بقرف من الحاجات دي. وبعد عليك يا كتكوت. ايه زعلت قوي اللي قلت عليك حمار؟ ده المفروض الحمار هو اللي يزعل وانزل ابوس ودانه دلوقتي. اقسم بالله ده صرصار حقيقي، اقسم بالله ده صرصار حقيقي. انا قعدت ادقق فيه طلع صرصار حقيقي. الله يكون في عون اللي هيتجوزك. البنات بتعيط لو نسيت المفتاح. احنا يا شوكتني ولا روح شيل غيد قلبا يا اسطى انت كده حرامي يا اسطى، يا اسطى انت كده فتحت نفسك. يعني انت لو حاجه في العماره اتسرقت هيجيبوك يا اسطى. ده مش تصرف ذكي من حضرتك. شكل الواد الدمج اللي بيشتمك بامك واهلك وعيلتك وبعدين يقول مش انت. العيال اللي عندي في الكومنتات اللي بتفضل تقول لي الريتش واقع ولا ايه، انت ايه محتواك، مالكش دعوه، ما تتكلمش عن الناس، علي امال عمك، هم دول. ده بيبقى شكل العيال دي اهو. هو بيبقى شكله عامل كده وهو بيكتب الكومنت. يا ستي ده ابسط مثال يا جدعان، ابسط مثال. اخيرا عرفت العرسان بيقولوا ايه لبعض وهم بيرقصوا. برقص معاها في كتب الكتاب وفرحان ومبسوط، وهي جنب ودني بتقول لي هو الريتش عامل ايه؟ هو الريتش واقع ولا ايه؟ انت ايه محتواك يا اسطى؟ ابوه جاي يقول برضه شقه ومش قال له على فكره ده حق ابنك اللي انت بتتكلم عليه ده انا اللي جبته له، انت ما عرفتش تجيبه له. وحياه المصحف ده كنت قبل ما اروح اشتري حاجه الو ايه يا بطه ايه يا بطه تعالى مطبخك كذا واشتري كذا وكذا، يلا ننزل يلا الفستان يلا حرام، ويقولوا لا فال وحش امه تيجوا. هي دي اللي هو كان بيتكلم عليها وهما بيرقصوا. قالت له الريتش عامل ايه. هو انا بصراحه ما اعرفش الحوار يعني، بس اللي انا فاهمه كده ان اهل البت دي نصبوا على الواد ومضوه قايمه على بياض. يعني حاجه بقى مهمه انا عايز اعرفها، احنا مالنا؟ يعني ليه فضايح الناس بقت اونلاين كده بجد والله؟ يعني انتوا بتساعدوا بتوع الرياكت الناس اللي زي اللي مش لاقيين محتوى يعني ان هم يعملوا محتوى؟ ما بلاش يعني يا ريت الناس دي تختفي بجد عشان يظهر اللي بيعرف يعمل محتوى واللي بيعرف يركب الترندات وخلاص. يعني يا ريت يختفوا. البنت اللي كانت هتتجوز الراجل يعني كلها كانت كام ساعة وخلاص كاتب الكتاب هيخلص وهتنام في حضنه وهتبقى ايه مراته خلاص. يا دين اهلي يا دين اهلي على اللي انتوا عملتوه في نفسيكوا. انتوا خليتوا عمر اوزو يتكلم عليكوا. انتوا متخيل عمر اوزو بيديكوا نصيحة؟ يا دين اهلي. طالعة تفوق عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت مش راجل يلا في ثانية. السنين دي كلها نسيتيها في ثانية وطلعت عيبي فيه عشان طلع يتكلم على حقه ازاي؟ طيب نسي. طب انت مش فاكره له اي حاجة حلوة؟ يعني بجد اقسم بالله عايزكم تتخيلوا كده، اسرحوا معايا بثانيه. عمر اوزو بيتكلم عليكم. انتوا متخيلين انتوا وحشين قد ايه؟ انتوا متخيلين مرحله السوء اللي انتوا وصلتوا فيها؟ يا دين اهلي. اللي عايز نعمل فيديو عن عمر اوزو ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات، هعمل فيديو كامل عنه. انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي او الاهالي بتربيكوا ازاي؟ يعني مش فاهم. ده انتوا كرهتوا جيل في الحب وجيل في الجواز وجيل في النيله وجيل في العيش. طب بقى اخرس بقى اخرس، اديني بقى ثانيه بقى كده. اول مره اكره بالطريقه دي، اول مره ازعل على نفسي بعد كل اللي قدمته وكل اللي عملته وجيت على نفسي في الاخر طلعت انا اللي وحش. والشخص يعيش دور الضحيه ويفكر ان هو الملاك اللي مفيش منه اتنين. لكم انتوا تتخيلوا ان انتوا خليتوا ده يتكلم عليكم؟ انتوا وصلتوا لحته وحشه قوي. انا مش عارف ايه الناس اللي ما عندهاش واتس دي. تعرفنا وما تعرفنيش اخوك احمد طيجه، عارف ان في ناس كتير وعدد كتير جدا مستني رد على البنت دي. مين العدد الكبير ده ومين الناس دي؟ في اول مره اشوفك حضرتك. ايه شغل اياتها الجماهير العريضه ده؟ الناس هتبص دلوقتي ايه ده يا عم انت مبلكه، انت غبي، انت بتفهمش. ساعدونا اوصل للواد ده. هو من اكونت فيك ها؟ يعني عشان يعني مين ده اصلا؟ لا انا هقول لك بقى، الشهره لو هتجيلك بس هتشيل وزر وذنب حد، احب اقول لك الرجوله بتقول انك ترمي الشهره ورا ظهرك لان انت ما انتش قد حساب ربنا. طب يا اسطى ما انا اسف والله، يعني انا اسف. انت تعرفش ان اللي في حاجبك دي ما تدخلكش الجنه بجد والله. ماشي يا اسطى كمل يا اسطى. وبعيد عن الرجوله والشهامه انت ما تعرفش ذنب كسره البنت دي مش سهله عند ربنا لان ده قلب. يا اسطى كسر البنت ايه يا اسطى؟ انت بتالف يا اسطى، انت بتالف. وايه ذنب كبير يا اسطى ان انت تكلمها اصلا؟ ده ذنب مش عشان تكسرها. انت يا اسطى بتالف بتطلع خرا من بقك. انت عارف يعني ايه تمس حاجه ملك ربنا؟ عارف وزرها ده شكله ايه؟ الناس هتقولي ليه يا عم وانت قربت منها؟ ناس مين يا اسطى اللي هتقول لك يا اسطى؟ ناس مين؟ ناس فوق انت ما عادش عارفك. لا يا حبيبي انا عارف، ما انا قدام البنات اشكال والوان وقدام البنات بص باعداد كده، اعداد، عارف الاعداد؟ طوابير كده، طوابير يا لهوي. بدخل اي مكان بفتن النسوان اللي جوه. مش شايفين شكلي ولا ايه؟ بس كده خلاص انا اكتفيت، خلاص الفيديو خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ما تنساش تنضم لقناه الواتساب، تعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك برضو عشان تمنشن لي عليهم. يعني المنشنات هتبقى بعد كده على التيك توك والانستجرام. وبس كده، انا شادي جن، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.